مزهر. رياض تفضل. شكرا لك رجل الله. نايف هزازي مهاجم نادي الاتحاد. مباشرة نتكلم عن أسباب خسارتكم في هذا اللقاء، مع أنه أنتم كنتوا بحاجة للثلاث نقاط لتعديل وضعكم وفك الضغط الجماهيري عليكم. صد ركلة الجزاء الكابتن علي، أغلب الناس كانت تقول إنها حتكون نقطة التحول في اللقاء، لكن ما كان في الاتحاد اليوم. أول شيء الحمد لله على كل حال. شوف هذا حال كرة القدم في النهاية. أنا بقول حاجة، يعني إن كان في ضغط على قولك أنت من الجماهير أو ضغط من أي كان من الإدارة، ضغط من هنا، ضغط، كل الأمور هذه في النهاية حتصير احنا اللي نعالجها، احنا اللعيبة. احنا بنمر بصراحة، أنا أقول لك احنا بنمر في مرحلة من أسوأ حالاتنا. الاتحاد بيمر في أسوأ ظروف حاليا. فنيا تتكلم؟ فنيا بصراحة كل النواحي أنا بتكلم. كل أتمنى إن كان من الجمهور، من الإدارة، من الناس اللي تحب الاتحاد. ما بقول لك بصراحة، ما بقول لك الناس اللي بس تكون مع الاتحاد، الناس اللي تظهر قدام الشاشات، الناس بصراحة خلينا نكون صريحين، خلي الناس اللي تحب الاتحاد تحضر مع اللعيبة، تحضر مع الناس. حتى الجمهور اقسم بالله مو مقصر معانا، ما نقدر على بعض مهما كان. من الجمهور الناس اللي تحب الاتحاد، انا اتوقع الجمهور بصراحة هذا كل اللي يحضر معانا كلهم ذول يحبوا النادي. لا ما الناس اللي بتغلط ولا بتزعل ولا الناس اللي بتنظر للاشياء السلبيه، هذه كل الناس بتحب في مصلحه النادي، بتدور مصلحه النادي. فعشان كذا انا اقول لك كل الناس اللي تحب النادي وتحب اللاعبين وتحب الجمهور اللي من الخلف، اتمنى يكونوا ظاهرين بصراحه، ولا يظهر الناس اللي قدام الشاشات. ما نبغى هذول، نبغى الناس اللي تحب نادي الاتحاد تحضر معانا. لسه الاتحاد بخير الحمد لله، مهما كان نعد عليهم ظروف. مو العام نحن اعطيناهم رايح جاي، لكن اليوم الله وفقهم، احنا جانا هم في اسوء الظروف صراحه. الله ما وفقنا، نقول الحمد لله على كل حال، لكن لسه قدامنا امور كثير. ما في قصور منكم كلاعبين انتم؟ لا نحن اقول لك شيء، احنا كلاعبين، انت لما تيجي تنظر لها بصراحه اللعيبه اقسم بالله اجهدوا بطريقه ما تتخيل قديش. الفتره اللي انت لو تلاحظ المنتخب كم لاعب، 5 لعيبه او 4 لاعبين في الاساسيه مع المنتخب، تيجي تلعب وتيجي تحضر مع النادي. حتى ما ارتحنا كثير بصراحه، انا اقول لك هي فتيجي وتحضر وتلعب مباريات جدا قويه، وغير الظروف اللي مرينا فيها بعد كاس اسيا. فانا اشوف انه الناس كلها هذه اللي بتلوم نادي الاتحاد وبتلوم اللعيبه انها ما تكسب كثير بصراحه. يعني حتى الاعلام اتمنى انه ما يكسب كثير على اللاعبين، لانه لسه قدامنا امور كثير نعالجها ان شاء الله. هارد لك نايف، وشكرا لاخلاقك وروحك الرياضيه وعودتك من غرفه الملابس. لا عادي، ومره اخيره صراحه ابارك للفريق الاهلاوي اليوم ما قصروا، لكن التوفيق كان معاهم صالحهم. لكن ان شاء الله باذن الله الاتحاد مهما كان يعني كبير بصراحه بجمهور وبلاعبينه. بس اللي بقوله بصراحه يعني اتمنى ما نعدي الموضوع ده. الناس اللي بتظهر في الشاشه اتمنى ما تحضر لنادي الاتحاد، اتمنى كل الناس اللي تحضر الناس اللي تحب النادي بس. اعتقد انه وصلت الرساله نايف، شكرا جزيلا لك. الله اسف، شكرا للكابتن نايف هزازي، يعني زميلي رجل الله.